خلينا نتكلم عن ال ETFs. ناس كتير بتسمع الكلمة بس معظمهم مش فاهمين يعني ايه بالظبط ولا ليه بقت من اشهر طرق الاستثمار عالميا. ال ETF اختصار ل Exchange Traded Fund. ببساطة اعتبرها سلة استثمارات مع سندات، سلع او حتى كريبتو، كل ده متجمع في منتج واحد تقدر تشتريه بضغطة زر. بدل ما تشتري شركة واحدة، ال ETFs بتخليك تشتري مجموعة كاملة مرة واحدة. الفرق الكبير بين ال ETFs وصناديق الاستثمار العادية بسيط. ال ETF بتتداول زي السهم بالظبط، تقدر تشتري، تبيع، تعمل اوامر ليميت او حتى تعمل شورت اثناء مواعيد السوق. معظم الاي تي اف بتبيع حاجه معينه، مثلا الاس ان بي 500 اي تي اف بتبيع اكبر 500 شركه في امريكا. الاي تي اف بوند بتبيع مجموعه من السندات الحكوميه او سندات الشركات. وفي الاي تي افس للقطاعات ودول والتقلبات وحتى الليفرج للناس اللي بتحب المخاطره عاليه. ليه المستثمرين بيحبوه؟ عشان متنوع ورخيصه عدد وواضحه وتبقى عارف جوه السله في ايه بالظبط. اكتبوا لي في الكومنتات وما تنسوش تعملوا متابعة عشان نكمل كل اخبار الكريبتو اول باول.